التراث النوبي ده عندي بالنسبه لي اهم حاجه. وهي النجمة اللامعة دي بتظهر قبل أذان الفجر. انا اسمي الحقيقي محمد احمد عباس، 26 سنه في السعوديه. لما قعدت هنا ما كانش فيه اي احلام ان انا اشتغل ولا اعمل اي حاجه. جاء الاستاذ حسام، كان معايا حسام. أنا اسمي حسام الحفني، عندي 34 سنة، خريج كلية سياحة وفنادق. بدأت هنا في غرب السهيل، المشروع بتاعي من 4 سنين. كنا مطعم وارت سبيس، بنقدم وجبات ومشروبات. بعد الكافتيريا قال لي هنعمل غرف. بعد ما عملنا الغرف ابتدينا نصلح الغرف ازاي، يعني ايه، عملناها بطريقه نوبيه. احنا هنا بنتعامل كلنا أسرة مع بعضينا، مفيش فرق بين مدير وبين صاحب مكان وبين حد شغال والكلام ده كله. هنا كلنا واحد. ده ما كانش معانا سيوله. عرفت انه في شركه بيدوا قروض. ادوني المرحله الاولى كان 7000. ابتديت اردم هنا واظبط المكان، لان الميه كان بيرتفع كل فتره وفتره، بيرتفع الميه. هو خد تمويل من شركة تنمية، بس خده على كذا مرحلة يعني. المبلغ الأولاني كان 7، والمبلغ الثاني كان 10، والمبلغ الثالث كان 20. هو اسم المكان توريا. دي هي كلمه نوبيه قديمه خالص، ما حدش يعرفها بسهوله. توريا دي النجمه اللي بيطلع بالليل خالص. النجمة اللامعة دي بتظهر قبل أذان الفجر. كان زمان بيعرفوا منها ميعاد الأذان. طبعا احنا حلمنا إن احنا نفضل مكملين، وأي حد بيجي هنا هو من أهلنا، مش بنعتبره إن هو ضيف أو إن هو غريب أو الكلام ده كله. من السنة اللي فاتت للسنة دي احنا كنا بادئين ب5 غرف. النهارده بقى عندنا في المكان 8 غرف. ولسه عندي حلم تاني، ان انا لسه هزيد وهعمل غرف فوق الغرف بالطريقه النوبيه. بس لولا التنميه ما كانش في عندي، ما عنديش مصدر رزق.